سيدة عجوز تحمل وعاء صغيرا وقالت له: أريد منك أن تملأ هذا الوعاء عسلا لي. فرفض وذهبت السيدة لحالها. ثم أمر الليث مساعده أن يعرف عنوان تلك السيدة ويأخذ لها برميلا كاملا من العسل. فاستغرب الرجل وقال له: لقد طلبت كمية صغيرة فرفضت، وها أنت الآن تعطيها برميلا كاملا. فرد عليه الليث بن سعد: يا فتى، إنها تطلب على قدرها وأنا أعطيها على قدري. أحبتي في الله، لو علم المتصدق حق العلم وتصور أن صدقته تقع في يد الله قبل يد الفقير لكانت لذة المعطي أكبر من لذة الآخذ. والصدقة في هذه الأيام